يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. ايه ده؟ مشروب كباري ولا ايه؟ اهلا بيكم في السلسله اللي بنحاول فيها اكتشاف انمي ميدل نتفرج عليه. نسخه مدرس الالعاب سوبارو. سوبارو بيتنقل لعالم فانتسي بدون سبب، بتبقى فرصته ان هو يبقى بني ادم سوي ويعيد قراراته، فطبعا بيحب اول واحده يشوفها بالراحه من غير ما نزعق ولا نضرب، احنا نفهمه غلطه بمنتهى الاحترام. انشا فولا. بنقابل ساتلا اللي هيعيش معاها احلى قصه حب هنشوفها. محدش بياخد اكتر من نصيبه. بيساعدها سوبارو ان هي ترجع. بيوصلوا للديلر، سوبارو جاي بصفقة موبايلات وما بيقولش الخير لا. بتتم العملية وبيموت سوبارو نفسه من كتر الملل. ايه ده؟ لا ده انا احساس انا. بتخش بطل من ابطال الملك ارثر الهرم وبتدور فيهم الضرب عشان محدش نقطها. بتموت كل الموجودين وبيرجع سوبارو بتاع الخضار عشان ما حصلش اول مره. اكيد مش هنعيد ده تاني، اكيد مش هنعيد ده تاني. بنعيد كل ده تاني عشان احنا ناس وبيرجع تاني للمخور عشان يقضي المصلحه قبل ما النمره تيجي. بتوصل البوم عشان تبوظ المصلحه وبيموت تاني. انت لسه بتتفرج امل ان هو يغير حاجه. احب اقول لك احسن حاجه هتعملها انك تكمل. بيعيد الموال ده تاني وبيجي اسد المملكه ينقذه وينقذ وبيموت سوبارو عشان استحلى الموضوع. ولكن ساتلا اللي مش ساتلا بس في نفس الوقت ساتلا بتعالجه وبتاخده البيت زي اي بنت محترمه. بيصحى بيلاقي الخدامه وبيقول لها اجري نادي لي سيدي كابيت. بيشتغل خدام عندهم زي اي شخص طبيعي في نفس موقفه. بيغسل هدوم، بيعمل الاكل، بياكل الكلاب، وبيروح يموت على السرير بكل احترام. يعني هنعيد كل ده تاني؟ ما تحسبش كده يا صاحبي. بيصحى تاني يوم وبيثبت ريم عشان ما تثبتوش اخر اليوم، وبينسى اكل الكلاب فبيتلموا عليه ويضربوه، بس بيظهر بوزو بس مش غريبة انك تلحقه في اللحظة دي بالذات؟ ها؟ عديها بمزاجي. حلو قوي عليكم كده، اشوفكم الحلقة الجاية.